السلام عليكم اعزائي واهلا ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راح اسوي لكم فطائر الخيط بعجينه الماء. عجينه تكون كلش سهله وبسيطه وتطلع بها فطائر هشه وكلش طيبه، واليوم راح اشكلها بالخيط. طبعا انا قبل ما سويت لكم فطائر الخيط بحشوه الدجاج، اليوم ان شاء الله راح اسوي لكم اياها بحشوه اللحم، وايضا وياها سويت بيتزات صغار من نفس العجينه تصير هشه وكلش طيبه. وخلونا هسه نبدي بسم الله مع المكونات وطريقه التحضير. نبدي هسه بسم الله مع المكونات وطريقه التحضير. هنا أنا عندي 4 أكواب من الطحين ما يعادل 650 غرام. أحتاج ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الخمرة وملعقة كوب من الملح، وأحتاج إلى ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. أيضا أحتاج إلى نص كوب من اللبن الزبادي أو الروبة، بيضة واحدة، وكوب يعني من كوب إلى كوب ونص من المي حسب احتياج العجينة. نبدي هسه بطريقة العمل. هنا بالبداية أخلي السكر ويا البيكنج باودر ويا الخمرة أخلطهم سوا. هنا نسوي فتحة من الوسط ونبدي نخلي اللبن الزبادي او الروبة. هنا راح استخدم البيضة فقط، البياض مالها بالعجينة، والصفار استخدمه حتى امسح بيه وجه الفطائر. هنا مثل ما تشوفون احتفظ بالصفار، واضيف جزء من المي الدافي. طبعا بهاي العجينة ايضا راح احتاج الى نص كوب من الزيت. هنا ادي نص كوب من الزيت النباتي، اخلي جزء من عنده هنا ويا العجينة، والجزء الثاني لما اخلص اعجن العجينة واخلصها. وهسه راح نبدي نعجن كل المكونات الى ان تتكون عندنا عجينة متماسكة. وهسه بهاي المرحلة ايضا انا راح اضيف الملح واكمل عجن. بهذا الشكل اعزائي العجينة صارت ويانا جاهزة. هسه راح اغطيها واخليها تتخمر ربع ساعة بين ما اسوي الحشوة. هنا اعزائي الطاوة على النار راح اخلي قليل من الزيت، وراح انزل عليهم 3 حبات من البصل. هنا نشوح البصل الى ان يشقر. هنا اعزائي لما شوي يذبل عندي البصل راح اضيف له توابل، ضيف ملعقة صغيرة من الكاري والكركم، ملعقة صغيرة من الكزبرة، وايضا عندي رشة بهارات مشكلة. وهنا انزل عليهم تقريبا نص كيلو من اللحم المفروم. هنا ايضا نضيف لهم رشة ملح، وهنا راح اضيف لهم حبة فلفل. طبعا هي الحشوة تبقى حسب الذوق، انتم ايش تحبون ممكن تضيفون. انا قبل مسويت لكم اياها بالدجاج، اليوم حبيت اسوي لكم اياها باللحم. اخير شيء هنا اضيف لهم كمية من الجزر المبروش. بهذا الشكل اعزائي مثل ما تشوفون الحشوة صارت ويانا جاهزة. هسه خلاص راح ارفعها من النار. هنا اعزائي الحشوة صارت عندنا جاهزة. هسه راح نخليها على صفحة. وهاي العجينة همين اختمرت، راح نبدي نقسمها ونشتغل بيها. هنا نخلي بايدينا شوية زيت حتى ما تلتصق ويانا العجينة.
وهيك نسويها على شكل شنق يعني. نحاول نسويها يعني احجام متساوية. وهنا اعزائي نبدي ناخذ كل قطعة ونفتحها مثل ما تشوفون. هنا أنا أخلي بداخلها ملعقتين كبيرة من الحشوة، وهنا أنا اختياري أدي جبن وأسدها بهذا الشكل، يعني مثل الصمونة أسويها. وأبدي بهذا الشكل باستخدام الخيط، هيك أزينها طبعا بدون ما نضغط عليها، بس هيك حتى تعطيني شكل الكرواسون. بهذا الشكل أقلبها على الجهة الثانية وهيك أربطها. بهذا الشكل تصير ويانا، ونستمر إلى أن نكمل كل الكمية اللي عندنا. هنا أعزائي أحولهم بصينية مدهونة بالزيت حتى يتخمرون بهذا الشكل. الكمية الثانية ممكن أيضا نسوي بها فطائر، وممكن نسوي بها بيتزا أو أي شي تحبون. هنا أعزائي سويت بيتزات صغار وخليت عليهم جبن موزاريلا، وهسه راح أدخلهم الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية بين ما تخمر عندنا الفطائر، يعني نسوي وصفتين مرة واحدة. هنا أنا أعزائي صفار البيض نرش عليه شوية فانيلا ونمسح بيه وجه الفطائر حتى تعطينا لون ذهبي. طبعا هسه بما انه اختمروا ممكن توخرون الخيط قبل ما تدخلونه الفرن، وممكن تخلونه الى ان يستوي يلا توخرون الخيط حسب ما تحبون. اذا هسه راح ادخلهم الفرن على درجه حراره 180 درجه مئويه. اخليهم بالرف الوسط. اول شيء الفرن يكون مفتوح فقط من الاسفل، لما تاخذ لون من الاسفل افتح الفرن من الاعلى وتصير عندي جاهزه. طبعا تصير اسفنجيه وكلش طيبه. مثل ما شفتوا سوينا بيها فطائر وبيتزا. هاي العجينه عجينه المي بدون حليب، سهله وبسيطه، وبيضه واحده فقط. وهنا اعزائي ممكن نرشهم بسمسم. وهاي اعزائي البيتزات اللي سويناهم، شوفوا شلون يصيرون ما شاء الله. شوفوا عجينه سويناها بالمي، كلش بسيطه وكلش طيبه تصير. شوفوا الهشاشه مالتها روعه. وهسه ان شاء الله اشوفكم الفطائر لما تطلع من الفرن. وهذا اعزائي الشكل النهائي للفطائر بعد ما طلعتها من الفرن. شوفوا شلون تصير ذهبيه وممتازه، شكلها هيجي يصير كلش حلو مثل شكل الكرواسون. وطبعا هاي ايضا بيتزات سويتها بنفس العجينه، شوفوا هيك تصير. هذا هو شكلها وقوامها، شوفوا طبعا كلش هشه. هنا أنا بكل سهوله نوخر الخيط. بهذا الشكل اعزائي نشيل الخيط
ويبقى عندنا هذا التزيين مالتها، شوفوا بكل سهولة. شوفوا ما شاء الله العجينة ايش قد هشة. هذا هو قوامها، شوفوا روعة تصير. شوفوا مثل القطن قوامها يصير. ان شاء الله تجربوها والف عافية عليكم، واشوفكم ان شاء الله بوصفة جديدة، واترككم في حفظ الرحمن.